مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده ومشكله جديده من برنامج من الحياه. اهالينا هم احب الناس لينا، هم اللي ربونا وساعدونا لغايه ما نقف على رجلينا، وكان كل حلمهم يشوفوا ابنهم عريس وبنتهم احلى عروسه. لكن يا ترى ليه بيحصل مشاكل مع اهالينا بعد الزواج؟ مش هو ده كان حلمهم؟ تعالوا نعرف النهارده ايه الاسباب، ويا ترى ازاي نخلي علاقتنا طيبه بيهم. ده موضوع حلقتنا النهارده. لكن حابه طبعا في البدايه ارحب بضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني في الاستوديو، دكتوره نيفين عادل، اخصائي امراض بطنه ومحاضر بمعهد المشوره المسيحيه. برحب بحضرتك معانا. اهلا بيكي مدام. اهلا بحضرتك. النهارده حلقتنا مهمه جدا. طبعا كتير قوي بيحصل مشاكل يعني مع اهالينا، مع ان ده كان هو كل الامنيات بالنسبه لهم ان هم يشوفوا اولادهم متزوجين وكده. تعالوا خلينا النهارده نتكلم مع حضرتك ونشوف مع كل مشاهدينا الموقف الدرامي الاول، بعدها نبدا نناقش الاسباب ونشوف ازاي نحسن العلاقه. نشوف مع بعض. مالك يا ماجي؟ في ايه؟ مفيش حاجة يا باسم. لا في يا ماجي، من ساعة ما كنا قاعدين عند ماما وانت شكلك متغير خالص. هو في حاجة ضايقتك؟ قلت لك مفيش حاجة يا باسم، أنا كويسة. كويسة ازاي يا بنتي؟ دي منظر واحدة كويسة؟ قومي بصي لنفسك في المراية. انا مش عارف ايه اللي ضايقك، فهميني وعرفيني. مش عارفة أقول لك إيه. قولي ايه اللي ضايقك. خايفة أقول تزعل. لا يا ستي مش هزعل. هي ماما ضايقتك في حاجة؟ اتكلمي. لا مش ماما. امال مين؟ هو اولا ما كانش فيه غير انا وماما في البيت، يبقى انا بقى اللي ضايقتك؟ اتكلمي. أيوة أنت اللي ضايقتني. ضايقتك في ايه؟ يعني أنت مش عارف؟ لا مش عارف يا ماجي، مش واخد بالي. ما هي دي المشكلة، إنك دايما مش واخد بالك. في ايه بس؟ مش واخد بالي؟ مش واخد بالي من ايه؟ انا مش فاهم. من أسلوبك وطريقتك معايا قدام أهلك. ليه كده يا باسم؟ ليه ايه يا حبيبتي؟ ليه دايما بتكلمني بطريقة وحشة قدام أهلك؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا ماجي؟ يا حبيبتي يا حبيبتي، ايه اللي هيخليني اعمل كده بس؟ مش عارفة. أنا دايما بسأل نفسي، مستغرباك. أنت في الطبيعي بتتعامل معايا كويس، ليه بقى دايما بتتعمد تعاملني وحش قدام أهلك؟ ليه بتتغير قدام أهلك بالذات؟ بتتغير ازاي بس يا حبيبتي؟ زي ما حصل كده النهارده. شوف انت شخطت فيا وزعقتني كام مره قدام مامتك، واتريقت عليا كمان. انت مش اول مره تعمل كده، انت كل مره بتتعامل تعمل كده قدام اهلك. يبقى انا ليا الحق ازعل ولا ما ازعلش؟ طب انت لو مكاني مش هتتضايق؟ هتضايق. انت عندك حق. معلش يا ماجي، ما تزعليش مني. انا اسف يا ستي. سوري يا سوزي، معلش دوشتك وصدعتك. ايه يا بنتي الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ دوشتيني ايه وصدعتيني ايه؟ احنا مش اخوات، ده احنا عشرة عمر. ما هو عشان كده قلت اتفك معاكي بكلمتين واطلع اللي جوايا. ما تتصوريش يا سوزي الموضوع ده مضايقني قد ايه. طب بذمتك انا مش معايا حق؟ مش عارفه اقول لك ايه، صدقيني. ايه التنهيده دي؟ مالك؟ التنهيده دي وراها حاجه؟ في ايه؟ متضايقه من نفسي قوي. طول ما انت بتحكي وانا قاعده افتكر اللي بيحصل معايا. انت كمان جوزك بيعمل معاكي كده؟ بيعاملك وحش قدام اهله؟ العكس، اللي بيحصل معايا انا العكس. مش فاهمه، يعني انت اللي بتعامليه وحش قدام اهله؟ لا مش اهله، اهلي انا. مش فاهمه. دايما بيشتكي اني بسمح لماما انها بتتكلم عليه وحش. على طول يقول لي مامتك بتتكلم عليا وحش وانتي سايباها كده تتكلمي وما بترديش عليه. طب وانت فعلا بتعملي كده؟ تقريبا انا كنت بتصرف عادي، انا ما كنتش واخده بالي. طب وهو لما قالك كده، ما هو كده لفت نظرك، يعني المفروض تاخدي بالك بقى. ابدا وحياتك، لما ماما بتبطل تتكلم عليه وحش ولا انا قادره اقول لها ما تتكلميش عليه. طب ليه؟ صدقيني مش عارفه، ممكن تكوني اتعودت انها تتكلم عليه، وساعات انا برضو بسيبها تتكلم عليه عشان ما ازعلهاش. وبيني وبينك كده ساعات بفرح قوي لما بتتكلم عليه، وخاصه بقى واحنا زعلانين مع بعض. ياه، للدرجه دي؟ واضح ان التعامل مع الاهل ده
مشكله كبيره جدا. مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية بعد الموقف الدرامي دكتورة نيفين. زي ما شفنا موقفنا الدرامي، المشاكل اللي بتحصل بعد كده بعد الزواج مع الأهل. والأهل طبعا هم دول اللي ربوا وتعبوا وكبروا، وكانت فرحتهم ان هم يطمنوا على أولادهم، يطمنوا على الولد ويطمنوا على البنت. لكن للأسف احنا بنلاقي مشاكل كتيرة بتحصل بعد الزواج. بس نرجع ونقول هو ده مش كان حلمهم؟ يعني مش ده كان الحلم الكبير ان انا اشوف ولادي فرحانين ومتزوجين؟ ايه اللي بيحصل؟ طبعا هتكلم على الناس اللي فاهمه الحياه صح وفاهمه المسيحيه صح، وهتكلم على اللي متلخبطين شويه. اللي فاهمين المسيحيه صح عارفين انه انا بربي اولادي وبكبرهم، وبيجي وقت يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويصير الاثنان جسدا واحدا. وللبنت نفس القصه: اسمعي يا بنت واميلي اذنك وانسي شعبك وبيت ابيك لان الملك او العريس قد اشتهى حسنك الى اخره. فاللي فاهم المسيحيه صح عارف ان انا فرحتي انه ابني كبر وهو كمان بقى شجره اخرى لوحده. انا لو مربي صح هبقى فرحان بده، هبقى تعبان او متضايق ابني اللي كنت بشوفه كل يوم في البيت ومالي عليا البيت انا عارف شويه طبعا. ففي يعني هي المفتاح في الترك والالتصاق. فاللي فاهم صح مربي صح هيفرح وهيبقى اليوم ده متاثر، وهيبقى ابني اللي كان معايا بقى مش معايا. بس دي الضريبه او دي ده بقيه القصه في اي فضيله. على فكره ده مش بس الفضائل المسيحيه. جبران خليل جبران قال: اولادكم ليسوا لكم، اولادكم اولاد الحياه. فالصح كبر ويترك الرجل، يعني لما يصير رجل، يعني هي طبعا مفهوم معنى الآية يترك الرجل أباه وأمه إلى آخره، لكن كما لو كان هناك تعريف لمعنى الرجل. يترك الرجل الذي صار رجلا وأصبح يقدر، والبنت اللي صارت برضو امرأة كاملة تقدر إنها هتعمل بيت جديد. اللي فاهمين ده مش هيعملوا مشاكل. عارفين ديت اللي هي سنة الحياة. سنة الحياة بالظبط. في أبسط حاجات أنا فرحان لابني ومميز إن أنا يعني مش معايا كل يوم. المشكلة بقى إن الناس التانية اللي مش فاهمة ده، الآخرون وهو أساسا بيربي لي. أنا هعمل في ابني عشان لما أكبر يشيلني. طبعا مطلوب مشهور هيعمل دوت، لكن هو مش حب ملكية. ما هي بقى بتبقى ملكية على يعني بيبقى فيها عيوب كتير قوي قوي قوي، وكلها أخطاء. مش هقول اجتماعية لا، أخطاء حتى روحية. لأنه الأب أو الأم اللي بيخافوا ربنا، اللي هو ما عندوش لا أنانية ولا سيطرة ولا حب تملك ولا كرامة. كرامة مهمة، لكن قصدي أقول الذات اللي أنا قلته وهم قالوا لا كلامي هو اللي هيمشي. يعني كل دي عيوب لما بتدخل على الاتنين المتجوزين بتبقى حاجة صعبة جدا. ولذلك حتى ساعات بيبان في الخطوبة الأهل اللي يقولوا لابنهم نجيب ايه وما نجيبش ايه، وممكن يدخلوا حتى في التفاصيل دي حاجة. زائد انه انت اتخطبت وهتسيبنا، انت اتخطبتي هتنسي اهلك، هتنسي يعني ايه. وكأنه يعني في محاذير شديدة. على فكرة الاباء اللي بيحبوا اولادهم، الاولاد اللي بيحبوا ابائهم، السؤال ده ما بيتسألش، لان معروف ان المحبة واثق موجودة. لكن اللي كان بيربي في شيء من العنف والسيطرة عارف ان هو ما عملش احلى حاجة لولاده. فعارف مجرد ده المنفس ان هو خلاص يخرج ويترك بقى. فهو علشان كده حتى دايما حتى بنقول يمكن اكتر علاقة بتبقى ربما فيها الدنيا شائكة شوية غالبا بتبقى الحما ومرات ابنها، يعني الستتين اللي في القصة. الام اللي زرعت حب حلو وعارفه ان ابنها بيحبها، وعارفه ان هي بتحب، وعارفه هي عملت ايه، ما تقلقش خالص من العلاقه الجديده. لكن اللي حاسه انه
ده انا هتنسي بسهوله، ده انا مش عارفه. لا، يبقى ربما تراجع هو انا عملت ايه في تربيتي لابني مخليني مش واثقه في القصه دي، وعماله نشد الحبل، لا انت هتنسانا، انت هتسيبنا والى اخره. طبعا بقى نرجع للموقف الدرامي بتاعنا دكتوره نيفين. طبعا شفنا فيه بعض السلوكيات بين الزوجين. شفنا طبعا الابن اللي هو بيحاول يتعامل مع زوجته قدام اهله مش احلى حاجه وعن قصد يعني. فهي حتى مستغربه، انت معايا كويس جدا، طب انت ليه قدام الاهل بتعاملني كده؟ ممكن برضو سلوك تاني، ممكن يكون البنت اللي هي مش بتعرف تدافع عن جوزها قدام مامتها، فبرضو الزوج بيزعل. يعني المفروض ان هي اللي تكون بتدافع عنه وهي بتتكلم. فعايزين نقول ايه المشكله، يعني ايه الجذور بتاعت المشكله بتاعت الجزئيتين دول؟ اخشى بالذات اللي بيعامل شريك حياته بشكل مش جيد، بيقدم ما يطلبه المستمعون. هو دي بيعمل حاجه يعني هم الجمهور اللي عندي هينبسطوا بده. ممكن يكون في البيت بيكلمها حلو جدا بس قدام لا انا يبقى هو عايز يقول لها انا مش بحبها اكتر منكم مثلا. عايز يوصل رساله كده ايا كانت. المهم انه المنظر اللقطه دي هي اللي عايزها توصل، لان اللقطه دي هي اللي في البيت عايزين يسمعوها. فطبعا دي بتقول لنا حاجه، بس هي حاجه خطر. مهينه، وحاجه مهينه جدا للزوجه، بتعتبرها طبعا ان هي حاجه مش لطيفه. يعني ده طبعا يعني بتعاملني بمعيارين، معيار قدام الاهل ومعيار بينك وبيني. ده بالتاكيد غلط، ده غلط شكلا وموضوعا، لانه كمان معناه ان انا ما عنديش من قوة الشخصية، أنا عايز أعمل الحاجة اللي هم بيعتبروها هو ده المثالي بالنسبة لهم أو إلى آخره. نمرة 2، أنا عندي مشكلة في الشخصية بتاعتي، إن أنا خايف أعبر عن اللي جواي. يعني زي ما حضرتك قلتي، لا هو بيعملها كويس بعيد عنهم وهذا هو ما يشعر به، إنما قدامهم لا، أنا ما عنديش الشجاعة الأدبية إن أنا أعلن أنا بحب مراتي وبدافع عنها. وده يورينا برضو عيب كمان في الأسرة نفسها اللي هي عايزة تشوف المنظر ده. يعني وده اللي احنا عشان كده في التعليق اللي فات قلنا انه في أسر من الأول لا انا بربي، انت بتاعنا، انت ولائك ليا مش ولائك، انت ما تحبش غيري. يعني طبعا الموضوع ساعات بيبقى يعني متطرف جدا، انه تكاد تكون الام او الاب لاي حد عايز يعلن انت تحبيني انا بس، او انا اهم حد. فطبعا ده لا كتابي ولا انساني ولا اي حاجه ولا خالص. نفسي يعني، ولا ده حتى سواء نفسي. انا معاكي تماما. وساعات ليه بنقول كتابي؟ لان بعض الناس تتصور يقول لك اصل ده بقى كلام نفسي، بس الكتابي حاجه تانية. لا، ده هو علم النفس المسيحي ماشي مع الكتاب المقدس. هو يعني فعايزه اقول كل ما ندعو اليه هو اساسه اساس كتابي في الكتاب المقدس، هو اللي بيعمل لنا يعني الارشاد او الجايد في الحته دي. نفس القصه برضو البنت برضو اللي هي مش بتعرف، برضو واضح برضو نفس القصه ان هي برضو ما عندهاش الشخصيه القويه انها تدافع عن زوجها قدام مامتها برضو. يعني واضح ان هي نفس المشكله. ده خاف. لا يعني يمكن هنا كمان يعني الاثنين يعاتبوا في ده، ان انا مش قادره تلاقي في البيت قالوا لي بصي بقى لا انت لازم توري له ان انت تشيكي شخصيه وانت مش عارفه ايه، فبتعمل برضو اللي بيتقال لها. وكانها بتقول قدام مامتها انا بسمع الكلام اهو، شفتي بكلمه بطريقه عشان تحطوا لي النجمه كده على الكراسه زي ما كنا في كي جي 1. طبعا عايزه اقول فعلا دي كل التصرفات دي بتجرح الشريك جدا طبعا. ودي يمكن بتبقى اساس بقى الخلافات، وبتبقى القشه اللي في بدايه الزواج اللي بتبدا تتراكم كده لو ما كانش طبعا بتتحل. طيب خلينا النهارده نتكلم كده على شويه قواعد نحافظ بيها على العلاقه بالاهل، وفي نفس الوقت احنا كمان كاثنين زوجين في بدايه جوازنا نكون في حاطين بقى قواعد ورولز كده نمشي عليها، ان احنا نبقى متفقين هنعمل ايه ونتصرف معاهم ازاي عشان ما يحصلش مشاكل بعد كده. حلو قوي. احنا برضو اللي بيرشدنا الكتاب المقدس في نفس صلاة الإكليل اللي الزوج بيتجوز الزوجة بيتقال الجزء بتاع يترك الرجل أباه وأمه إلى آخره، ويتقال اكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد. وكلمة اكرم أباك أصولها honor your father and your mother، يعني اعطيهم الكرامه، اعملهم باحترام، اعملهم يعني مش ان انا اتجوزت وبترك، لا بابايا ده لازال بابايا، حتى من باب انه اكبر في السن، يعني ده قاعده معامله الاكبر بشكل جاد. فما بال الاب والام اعطيهم الكرامه، اتكلم بطريقه لطيفه والى اخره. كمان طيب لو انا بساعدهم في حاجه، في
تعبير انا سمعته الحقيقه من احد الناس اللي علمونا زمان، يقول فرق بين احتياجات الكبير ورغبات الكبير. يعني الناس النهارده لو طلعت بس بالكلمتين دول، الاحتياج والرغبات. الاحتياج على عيني وعلى راسي، لازم يتسدد. لازم يتسدد. الرغبات اللي هي لا هي عاجله ولا هي لازمه للحق، لو عندي وقت اعملها، ما عنديش وقت ولا طاقه ما اعملهاش، مش هعملها وضميري مرتاح تمام. وده على فكره لكل حد، يعني عايزه اقول ده حتى على الابناء، حتى على ابنائنا بالجسد بنقول افرق الحاجه دي حاجه ملحه وضروريه ولا رغبه. لو رغبه وعندي امكانيه تنفيذها ومش هتضر اللي قدامي ومش هتخليه يدلل ومش على حساب حد تاني ومش على يعني اعملها. فهكذا الام او الاب طلبوا حاجه، الحاجه دي ضروره وملحه ولازم النهارده ولا ممكن الاسبوع الجاي، لانه ساعات. طب ما تدينا امثله دكتوره نيفين؟ يعني مثل للرغبه ومثل للاحتياج. مثل الرغبه، الاحتياج في ميعاد دكتور، حاله طارئه النهارده، اوكي، هسيب اللي ورايا واروح. هقول برضو على الدكتور بمناسبه الطب، يعني ودي قواعد يعلمها كل الاطباء. عندي ضغط بقاله 6 شهور وعايزه اروح للدكتور النهارده، وضغطي النهارده هو زي امبارح زي اول امبارح، لا ممكن الحقيقه لو الابن او الابنه عنده شغل ولا انترفيو ولا مش عارفه مين، ممكن بعد 3 ايام. لان حتى في الطب في حاجه اسمها حاله طارئه، عشان كده بيخلوا المستشفيات فاتحه 24 ساعه، فاتحه للطارئ، الحاجه اللي هي لا كل دقيقه تفرق. صحيح. وفي حاجه لا في العيادات، عشان كده حتى المستشفيات، انا ليه بتكلم في حته الطبيه؟ عشان بالنسبه للناس تعتبر دي اكتر حاجه طارئه. حتى الحاجه الطبيه في منها الطارئ وفي منها اللي ممكن وفي منها اللي مش يعني. طيب هروح للدكتور اول مره، انا عارفه ان انا دخلت في اكتر حاجه يعني اكتر حاجه عليها ليس كل كتير. زياره لدكتور هي حاجه طارئه ومحتاجه. طب عايزه اروح للدكتور بس عايزاك تقعد معايا. طب انا اول مره يا ماما عشان انتي مش عارفه السكه ولا مش عارفه مين. طبعا كل واحد وظروفه، على حسب الظروف فعلا. يعني في اب او ام صحتهم ما يعرفش ينزل من بيتهم، او بيتلخبط في الشوارع، او بالتاكسي بيضحك، ايا كان يعني. فممكن حاجه اقدر اعملها مره، طب روحي واحجزي وانا هجيلك، طب احجز لك ميعاد بدري وانت تيجي هانم بعدها بساعه، يعني مش نوفق على حسب ظروفنا. يعني ما فيش حاجه اسمها مثلا لا هو النهارده، لو انت ما عملتش النهارده انت مش بتحبني ولا بالظبط. اتصور الرغبات. انا زمان كنت اقول مثلا ايه، واحد نفسه في اكله معينه، لكن لا انا هتكلم حتى الرغبات في الطب، يعني قصدي اقول ايه، في واحد محتاج دواء، ده احتياج. في نفسي بسبوسه بالمش عارفه ايه اللي في محل، دي رغبات، دي رغبات موجوده خير وبركه، جيب كل اللي هو طبعا. لكن مش موجوده وهعطل نفسي والساعه 12 الظهر علشان الف، يعني في حاجه وانت في سكتك هات ماشي. ليه؟ لانه ساعات بعض الكبار، وعلى فكره نفس الكلام ينطبق على الزوج والزوجه برضو، الزوج والزوجه يعني في حاجه يعني نتشبث بيها ويبقى هي مش ليها الاولويه، مش ليها الاولويه. وانا ليه بقول كده؟ عشان الجزء اللي جاي اصعب، انه مراتي محتاجاني، ابني محتاجني، بابا محتاجني، حماتي محتاجاني. بحط اولويات، مين اللي ما ينفعش يتاجل لبكره بالظبط. فهي تمشي كده، لانه ساعات كله بقى بيحبك مره واحده، وصراع القوه. انت هتسيبني وتروح لمراتك، انت هتسيبني وتروح لمامتك، انت الولد بقى انتوا هتسيبوني كلكم وتروحوا وانا يعني فالعدل. عشان كده الايه الجميله بتاعت تحب قريبك كنفسك، انا هطلع بره القصه ومين هيزعل ومين مش هيزعل. هو العدل قدامي 3-4 افراد، حماية ومامتي وابن خالتي اللي دخل مستشفى وزميلي اللي في شغل وفرح. فازاي ان انا كده هرتاح؟ مين اكتر احتياج والنهارده؟ صحيح، ده اللي هبتدي بيه. اشكرك، نقطه طبعا جوهريه جدا، وفعلا زي ما حضرتك قلتي لو احنا قدرنا نفرق بين الاحتياجات والرغبه هنقدر نعدل بين كل الاطراف. طب خلينا نقول كمان نقطه مهمه جدا هتقلل مشاكلنا قوي مع الاهل، وهي حته ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش. الحاجات دي المفروض متفق عليها ان احنا كزوجين. فخلينا برضو نتكلم في النقطه دي. بنتكلم في كل حاجه عامه، وكل ما هو خاص لا نتكلم فيه. هتقولي لي ما هي كده ما وضحتش. انا شريك حياتي وشريكه حياتي، ايه هي ما تحب يعني انا مش قادره احط قاعده عامه، بس هقول قاعده تلم القصه كلها.
انه في ناس بطبيعتهم مفتوحين. طالما شريك حياتي ما اتضايقش، احنا جبنا كذا واشترينا ده، تعالوا ده نبعت لكم صور بالواتساب، جبنا مشايه، يعني في ناس بطبيعتهم. في ناس ساعات حتى على الفيسبوك انا بنذهل انه في ناس على الفيسبوك كل الناس عارفه كل حاجه خلاص، يعني هم مبسوطين كده. لكن انا جه شريك حياتي وقال لي لو سمحت الحاجه دي ما تتقالش. قاعده سهله جدا، يعني لا يعني هو مفروض انه الحاجات العامه نقولها، مش عامه ما نقولوش، ده بالتاكيد يعني. لكن كل ما هو معروف للاخرين يبقى ما ينفعش يتخبى على بابا وماما، ما ينفعش. ده ساعات صدقيني ممكن برضو على حسب، لانه ساعات الاخرين مش هيعملوا لي مشكله، بس بابا وماما هيعمل لي مشكله. يبقى هقول دي هتبقى محرجه، ان مثلا هم يعرفوا من بره فهتبقى محرجه يبقى كلامك صح جدا. انا بس بتكلم كقاعده. ممكن واحده صاحبتي ولا اب اعترافي ولا يبقى عارف وماما وبابا مش عارفين، الحقيقه ممكن جدا. طب لو عرفوا هيزعلوا، يبقى اختار ناس ما بتعملش اعلانات وبتقول في كل حاجه، او تكون متعقله شويه. لانه ساعات في اهل عايز يعرف كل حاجه، فاللي عايز يعرف كل حاجه بنقول له في تعبير يمكن بنتعلمه من حضراتكم، نمله، اللي هو ايه، سائل حاجه فنقعد نحكي اي تفاصيل ما لهاش علاقه بالموضوع الكبير، فاشبعناه انه اديك عرفت حاجه، بس هيفضل في جزئيه انا متكتم عليها ما بتتقالش. فده كده ده بالنسبه للخصوصيه. ودي يا دكتور نيفين لازم احنا الاثنين بنتفق. وفي حاجات بقى يعني مش وليده اللحظه، في حاجات احنا متفقين من الاول طبعا ايه اللي هيتقال وايه اللي ما يتقالش. ده اعتقد هيريح دماغنا كتير قوي، مشاكل كتير. جميل جدا. كمان قاعده مهمه قوي، اي حاجه فيها تغيير عن المألوف حتى لو كان شريك حياتي هو اللي طالبها، احطها كانها بتاعتي عشان ما ازودش العداء. يعني بتهيألي واضحه. يعني ما اجيبهاش اصل مراتي ده الدنيا مش ناقصه، لا اعبر ان دي وجهه نظري انا. اي حاجه مضايقه شريك الحياه ما اجيش اقول لهم على فكره فلان او فلانه متضايقه من كذا، لا اعبر ان دي رغبتي انا واركبها انها تمشي. ما هو برضو الكبار هيفهموا، يعني يقول لك ده هي تلاقيها اللي مصلحه. لا ونقطه حلوه قوي ان انا كمان انا مسؤوله ان انا اتكلم مع اهلي انا. طبعا. والابن هو المسؤول يتكلم عن اهله هو بالظبط، مش العكس. يعني ما يخليش بالظبط كده انا بمنع اي مشاكل، يبقى انا المسؤوله عن اهلي وهو مسؤول عن اهله. جميل جدا. ازيدك من الشعر بيتا علشان طبعا الدنيا. طيب انا هفترض ان انا ان كان بقى انا راجل انا ست، لا انا مش هقدر اكلم اسرتي في الموضوع ده، والاخر مستعد يتكلم بشرط هام جدا، بعد ما يتكلم ما تدخلش، ما قولهاش انت غلط انت غلط. يعني هقول لها ايه، بصي انا عارف الموضوع ده بيعمل مشاكل، انا لظروف ما مش هقدر اتكلم في الموضوع ده. برضو الاخر يحترم ان انا ما عنديش اهو الواقع كده. احنا مش بنقول على احلى حاجه، يعني اللي اتقال من شويه هو ده المثال. هفترض ان انا شخصيه خوافه، ان انا ما بعرفش اتكلم، ان حد عايز حاجه اقول له اتفضل، وعلى وعد اني مش هاخد جانب. يعني مش بعد ما اللي جنبي اللي هو شجاع، اللي هو اساسا عمل حاجه انا اللي كان المفروض اعملها وهو عملها وراح بقى في وش خط وش المدفع، فطبعا هتحصل كلاش. في الكلاش اكون حيادي. هنا شريكي ما يطالبنيش يقول لي انت ما وقفتش جنبي، لا ده هو انا كتر خيري لو ما خدتش جنب، مش بعد، لان بتحصل ايه، حد بيجي يتكلم وبعدين ليه بس كذا وياخد صف دي بقى تبقى يعني ايه، يعني قاسيه شويه جدا يعني. جدا. لكن يعني ساعات كتير، لانه حتى على فكره بنقول الكلام ده بنريح بيه الازواج، الزوج الرجل، ساعات الستات ليهم لغه بيفهموا بعض، فدي تقول له انت ما حميتش عني، وده يقول انت ما وقفتش جنبي وانا مامتك وانا مراتك وانا يعني دايره كبيره مش هيعرف يطلع منها. فبيبقى الحل الظريف، لان الستات بتبقى شويه يعني بتتضايق مشاعر، بس هي فاقول له اجي اللي اشوفها بقى الزوجه الام اي حد يعني، انت ست وليكي تعرفي تتكلمي وتعلقي، ودي علاقه بين ستتين، اعملوا في بعض اللي انتوا عايزينه، بس هو بره القصه. ما تجيش شفت مامتك قالت لي، شفت مراتك قالت، لا انا بره القصه، دي علاقه بين اتنين وانتوا الاتنين كبار، اعملوا اللي انتوا عايزين، بس هو بره القصه.
اوكي. فبتبقى عادله يعني. اوكي. طيب ناخد نقطه كمان، وهي نقطه برضو مهمه بتعمل مشاكل كبيره جدا، وهي حته عدم العدل بين الاسرتين. ساعات اللي بيبقى دايما مثلا زياره الاكتر للاسره، مثلا عيله الزوج مثلا، او العكس يعني. او العكس. فعايزين نتكلم برضو على الجزئيه دي عشان ما تعملناش مشاكل معانا. الاجابه موجوده في السؤال بتاع حضرتك. العدل وماليش دعوه مين ظروفه ايه. انا عندي ظروف، والدتي في ظروف مش عارفه ايه، كذا كذا كذا، فانا هروح لها هفترض اكتر من مره في الاسبوع، عدد معين، عدد اكس. يبقى التاني من حقه نفس العدد اكس حتى لو لم يكن هناك نفس الظروف. اوكي. ليه؟ علشان ما كل واحد بمفرده، مش شرط ان احنا نكون احنا الاثنين يعني، كل واحد يعني بيأدي يعني احتياجات اسرته يعني. انا مستعده اي قاعده تمشي طالما ماشيه على الاثنين. نروح مره كل مش عارفه ايه، نروح مره يعني ان كان بنتكلم في التليفون هنا، بنتكلم في التليفون، بنجيب هديه هنا، ما اقولش لا اصل انا بجيب الهديه هنا اكبر عشان الاسره عندي دفعت اكتر وانتوا اسرتكم ما دفعت. لا، دفعت ما دفعتش ابقى اتكلم في الحاجات اللي انا بتكلم على النهارده، لانه فعلا بتحصل، يعني بتحصل حتى في ابسط الاشياء. هديه عيد الام المفروض نفس الثمن، نفس دي بتحب كذا ودي بتحب. رحت خرجت دي، اتفسحت مع دول يبقى اتفسح مع دول، خرجنا مع دول يعني الا اذا كان احدهما راضي بالقصه دي. يعني بعض الناس او المسافه بتبقى بعيده مثلا في سفر، بس يبقى ما يبقاش حق مكتسب، لان في واحد او واحده طول الوقت، يعني مش هي مره كده ومره كده، واحده طول الوقت مع الاسره بتاعتها، اصل ماما تعبانه، اصل ماما عيانه، اصل ماما ملهاش غيري، والتاني مش واخد نفس القصص. فيبقى في عدل، حد منهم كبر تفكيره ورضي بالتقسيمه دي، يعني رضي انه في ميزان اكثر من الاخر بمزاجه، والاولاني يبقى شاكر لده، يعني ميرسي انا مقدر، انا عارف ان انا بقضي هنا وقت اكتر، انا عارف ان انا ميرسي لك، يعني حتى يبقى في ايه، يعني عارفه في كريدت كده، او في يعني تقدير او للحاجه اللي حصلت دي. لكن لانه فعلا بعض الاسر بيبقى فيها عدم عداله بشكل الطرف طبعا بيحس ان هو حقه مهدور وحق اسرته مهدور، ده بيسبب له برضو حاجه يعني نفسيه طبعا. وبعدين كل واحد مع اسرته، ومش هندخل في نقاشات جانبيه، اصل دول عملوا دول ما عملوش، اصل ده سن وده ما سن، خلاص ملناش علاقه بكل ما مر يعني. ليه؟ لان انت ارتضيت انك تاخد من وقت اسرتك، هفترض مثلا مرتين 3 في الاسبوع تعمل كذا لاسرتك، انت واحد ليك دور في الاسره، فأنا كمان الآخر سواء رجل أو امرأة، أنا كمان واضح الأسرة دي بينقص منها عدد من الساعات إن ما كانش من المال والجهد والأعصاب وإلى آخره، يبقى مسموح أيضا للطرف الآخر. يبقى كده الناس بتسلك بعدل، ما حدش يزعل. وبصراحه طبعا الهدف النهارده ان احنا عايزين نراضي الاهل. طبعا هم الاهل هم يعني هم السبب في وجودنا، وهم اكتر ناس نفسهم يشوفونا فرحانين وسعداء، لكن للاسف طبعا نتيجه عدم معرفه زي ما حضرتك قلتي، عدم معرفه من خطا في التربيه بتحصل كل المشاكل دي كلها. لكن عايزين نفهم في النهايه هم اعز الناس لينا، هم مش اعدائنا يعني. ساعات بناخد في اتجاهات بتاخد بعد الجواز بعض الاسر لا بلاش نقول لهم يعني زي ما يكون هم الاعداء، لا ده هم اللي تعبوا وهم اللي ربوا. فاحنا محتاجين فعلا ان احنا كمان نصدر لهم باستمرار احنا بتوعكم، احنا نحسسهم بالامان، حته الامان. بس مش هنعمل اخطاء، مش هعمل مثلا زوجتي وحش قدام، لا، لكن انا دايما حسسهم لا انا هفضل طول عمري ابنكم اللي انتوا ربيتوه وتعبتوا معاه يعني عمري. تصدير دايما الفكره دي اعتقد دكتوره نيفين بتفرق قوي في نفسيتهم، مش بيحسوا ان ابنهم خلاص في حد جه خده منهم. الفكره دي بتبقى مؤذيه قوي ليهم. فعايزين نقول في النهايه ان احنا عايزين بقى نود اهلنا. يعني النهارده حضرتك تخدم لنا بكده ان احنا ازاي نود اهلنا وازاي نحسسهم دايما ان احنا بتوعكم، احنا عمرنا ما هنخرج ونسيبكم ابدا. انا همشي مع الكتاب المقدس، اكرم، انا هعامل باحترام. حتى لو عندي اعتراض اراعي دي ناس كبيره، ما يصحش اغلط فيه وما يصحش اهينهم وما يصحش اتنرفز. الف به يعني ان انا هقول اللي انا عايزه ويكون في حته احتمال يعني واحتمال. انا كمان عايزه اقول ايه، الجايد بتاع الارشاد بتاعي ارجع لاب اعترافي. هو قد ايه يبقى يعني ليه؟ لانه بعض الاسر طيبه جدا وقال حاجه بترضيه،
تليفون، مكالمه تليفون كل مش عارفه مين بترضيهم. فدول يا حرام ما بياخدوش حقهم خالص. وفي اسر مهما اتعمل، وده اللي احنا بنشوفه في الامراض في الاسر، مش بيرضيهم، ما بيرضيش، ومهما ويكون الابن او الابن عاملين حاجات حلوه جدا جدا، لكن لا ده مش كفايه. فانا علشان ما يجيليش ذنب وهمي، او انا في الاول عايزه ارضي ربنا. ما هو انا الاول يعني عايزه اقول ان كنت بعد ارضي الناس فلست عبدا للمسيح. فلو انا بفرح بابايا ومامتي على حسب حتى وقتي الروحي ولا مراتي ولا شغلي ولا اولادي ولا خدمتي ولا لا، يبقى انا في حاجه غلط. فانا هاخد زي ما تقولي الجدول من اب اعترافي، من مرشدي، من صديق روحي، من حد عاقل، هو ايه الصح اللي بيتعمل، وابقى انا قدام ضميري وقدام ربنا فهيتقال هعمله. واي اعتراض هعترض بطريقه لطيفه ومهذبه وذوق والى اخره، واوضح لو النقط مش واضحه اوضح. اللي قدامي رضي كان به. وغالبا اغلب الناس زي ما حضرتك بتقولي ناس طيبه وجميله واباء وامهات ومحبين هيرضوا بالحاجات اللي معاهم. لكن لو في فئه قليله لا ده مش كافي بالنسبه لها، انا قدام ربنا يعني انا بعمل اللي عليا بمنتهى الادب والذوق. كان نفسي بجد اعمل اكتر من كده بس دي طاقتي، فابقى انا ضميري مرتاح. لان انا وانا بكلمك اعرف بعض الاسر لا بتاخد على حساب حتى الابناء، يعني مش الزوجه، يعني الزوجه او الزوج او الزوجه ساعات بيكبروا تفكيرهم وخلاص يعني لكن حتى وساعات بنشوف اجيال من الابناء ساعات بيعاني ده ماما ولا بابا احنا مش مهمين عندهم بس المهم الكبار يعني والى اخره. فانا عايز ارضي ربنا زي ما قلت لحضرتك، انا هعمل ده بطريقه لطيفه جدا، ليا طاقه ليا حدود، علشان انا هقف قدام ربنا هيسالني على كل حاجه، مش هيسالني ماما وبابا بس، هيسالني ولادي وشغلي وعملي وامانتي وحياتي وكل حاجه. فانا مسؤول قدام يعني ربنا ان انا اظهر بشكل جيد. فهعمل وبعدين زعلوا ابقى لطيف وانا برد، ما ازعلش انا بقى كمان بجد كان نفسي اعمل اكتر وطول الوقت اصدر ظروف. يعني ساعات الاهل برضو عشان ما يبقوش عارفين قد ايه ابنهم مشغول فاكرينه فاضي، هم لو عرفوا يعني بالتناقش هيلتمسوا هنشيل شويه يعني من اللود، هيدرك انه هو مش فاضي ومستخسر فيهم، لا ده هو مش لاقي يتنفس يعني. للاسف وقت حلقتنا خلص. انا انبسطت قوي بموضوعنا النهارده. نتمنى يا رب الفايده لكل مشاهدينا، نتمنى لكل اهالينا يثقوا تماما ان احنا عمرنا ما هنسيبهم، احنا دايما معاهم، بس يمكن ظروف الحياه اختلفت. نتمنى ان هم يلتمسوا الاعذار، نتمنى كمان من المتزوجين ان هم يهتموا باهلهم، هم دول الاساس لينا في حياتنا. كل الشكر لحضرتك. الشكر ليكي ويا رب كل الناس تبقى في حاله كويسه يعني. اشكرك، ميرسي. مشاهدينا، مشكله ممكن تكون جوه بيت اي حد فينا، مش عيب ان احنا نتكلم فيها بصراحه، العيب ان احنا نغطيها ونقول كده راحه. خلينا نناقش مشاكلنا بايجابيه لغايه ما نوصل لحلول جذريه. واشوفكم في حلقه جديده من برنامج من الحياه.